وسط بعض الانتقادات التي ترافقه بالنظر إلى مستوى الأداء، يواجه ريال مدريد ضيفه اسبانيول العائد إلى الليغا بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، في مباراة سيبحث فيها الفريق الملكي عن الظفر بالنقاط الثلاث للضغط على منافسه وغريمه برشلونة المتصدر. تفاصيل أوفى في تقرير جمال جبلي من مدريد. نتائج جيدة ولكن أداء غير مقنع. هكذا كان دخول ريال مدريد في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي، حيث فاز بعد معاناة كان النجم الأبرز فيها تيبو كورتوا الذي زاد عن مرماه أمام الفرص الكثيرة لنادي شتوتغارت. أداء ونتيجة تلخص حالة ريال مدريد لحد الآن باعتراف كارلو أنشيلوتي، والاعتراف سيد الأدلة. نحن لسنا في أحسن مستوياتنا، وهذا أمر عادي في مثل هذا الوقت من الموسم. حتى في المواسم الماضية لم نصل أبدا إلى أقصى مردودنا في سبتمبر، وقد بلغنا أقصى مستوياتنا في أكتوبر أو نوفمبر، عندما تصبح المنافسة أكثر جدية، وأعتقد أننا الآن في حالة جيدة. أداء الفريق ينقصه التوازن الذي كان يميزه بوجود توني كروس، الذي كان يوجه اللعب، يسرع ويخفض من وتيرته، وبكراته الدقيقة يمنح تمريرات حاسمة من 40 أو 50 مترا. مع رحيله وصعوبة إيجاد لاعب داخل الفريق أو خارجه بخصائصه، أصبح لزاما إيجاد التوازن بشكل مختلف. أن نضع لاعب وسط إضافي لا يعني بالضرورة أن يكون لدينا توازن أكثر. أن يكون لديك توازن أكثر يعني أن يكون العمل جماعيا يشمل الجميع، وهذا يمكنك القيام به ب3 مهاجمين أو ب4 مهاجمين، لأن الجدل الدائر اليوم هو ما هو موقع بيلينغهام في الفريق. هل هو وسط ميدان؟ هل هو مهاجم؟ لا أحد يعلم. ريال مدريد يواجه اسبانيول العائد حديثا إلى دوري الأضواء، فريق ليس سهلا، فاز في مباراتيه الأخيرتين ولكنه أقل منه في جميع النواحي، خلافا لبرشلونة الذي يواجه فياريال على أرضه، وكذلك أتلتيكو مدريد الذي يواجه رايو فايكانو بنجمه الكولومبي خامس رودريغيز. فهل هي الفرصة الملائمة لتحقيق التقدم؟ المرحلة الملائمة هي بالفوز في مباراتنا والتفكير في التي تليها يوم الثلاثاء المقبل، بأن لا نتعرض للإصابات وأن نلاحظ أن الفريق يتحسن. أعتقد أن الوقت ليس ملائم للتفكير في منافسين بشكل مبالغ. استضافة إسبانيول هي فرصة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، اغتنام نقاط المباراة والضغط على برشلونة وتحسين الأداء الذي لم يرتقي بعد إلى ما ينتظر من ريال مدريد. جمال جبري بإن سبورتس من مركز تدريب ريال مدريد في فالديفيباس.